السلام عليكم. هنعرض في فيديو النهاردة أسعار أهم الموتوسيكلات في السوق المصري في الوقت الحالي. يا رب الفيديو ينول إعجابكم ويلا بينا نبدأ الفيديو. أولا هنبدأ بأسعار شركة بجاج الهندية، وأول موتوسيكل معانا وهو بجاج بلسر 180 سيسيل. والموتوسيكل ده يا عزيزي للناس اللي بتحب الشكل الرياضي وفي نفس الوقت خامات محترمة وخاصة الشباب، لكن مشكلته انه سعره بقى مبالغ فيه شويتين في الفترة الأخيرة، وسعره هو 110 ألف جنيه. والموتوسيكل اللي بعد كده وهو بجاج اكس 150 سيسيل، والموتوسيكل ده اكتر مستخدميه اللي محتاجين حاجة للشغل والمشاوير والعمل الشاق، وسعره 58 ألف جنيه مصري. نيجي لمحبوب الشعب واكتر موتوسيكل مشهور في مصر، بجاج بوكسر 150 سيسيل. الموتوسيكل ده هتمشي في اي مكان لازم هيقابلك 2 أو 3 منه، لانه موتوسيكل اعتمادي جدا خاصة في الشغل الشاق، وسعره هو 53 ألف جنيه. وننتقل بعد كده يا عزيزي لشركة تي في اس الهندية، واول موتوسيكل معانا وهو تي في اس 150 سيسيل فرامل تيل، وده بديل للبجاج البوكسر لكن من شركة تي في اس، وسعره هو 47 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده هو تي في اس 150 سيسيل لكن يا عزيزي بفرامل باكم لأداء أفضل على الطريق، وسعره عامل 50 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده هو تي في اس أباتشي 160 سيسيل، وده لمحبي بجاج بلسر 180 لكن لو عاوز سعر أرخص وخامات تكون محترمة فده هيكون الاختيار الأمثل، وسعره عامل 78 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعده تي في اس أباتشي لكن 200 سيسيل، وده هيديك قوة أفضل وسرعة أعلى على الطريق وخصوصا مع المسافات الطويلة، وسعره عامل 95 ألف جنيه. وبعد كده يا عزيزي هننتقل لشركة بينيلي، وأول موتوسيكل معانا هو بينيلي في ال اكس 200 سيسيل، والموتوسيكل ده لمحب الموتوسيكلات الأدفنشر وسعره عامل 85 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده وهو في ال ام 200 سيسيل، والموتوسيكل ده أثبت كفاءته في السوق المصري وخصوصا في الشغل كويس جدا، وسعره عامل 67 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده وهو تي ان تي 150 سيسيل، والموتوسيكل ده للشباب ومحب الموتوسيكلات الرياضية، والموتوسيكل ده ممتاز جدا كشكل وخامات وسرعة وثبات على الطريق، وسعره عامل 75 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده وهو في ال ار 200 سيسيل، والموتوسيكل ده اعتمادي جدا في الشغل والسفر، وغير كده ان شكله رياضي وينفعك برضه في الخروجات والمشاوير والشغل، وسعره عامل 54 ألف جنيه. وننتقل بعد كده لشركة هاوجيانج الصينية، واول موتوسيكل معانا وهو هوجن ال 250، والموتوسيكل ده للشباب ومحب السرعة وخاماته كويسة مقابل سعره، وسعره عامل 53 ألف جنيه. الموتوسيكل اللي بعد كده وهو هوجن اف 250 معشوق الجماهير وخصوصا الشباب، والموتوسيكل ده سعره نزل بعد نزول الإصدارات الجديدة، وسعره عامل 58 ألف جنيه. وبعد كده معانا موتوسيكل هوجن 450 سيسيل الأصلي، وطبعا الكل عارف الموتوسيكل ده من أقدم الموتوسيكلات في السوق المصري، وسعره عامل 45 ألف جنيه، والمصري منه عامل 38 ألف جنيه. والموتوسيكل اللي بعد كده هو هوجن 3 150 سيسيل الأصلي، والموتوسيكل ده قديم جدا في السوق ومحبيه من فئة الشباب، وسعره عامل 44 ألف جنيه، والإصدار المصري منه عامل 37 ألف جنيه. وبعد كده معانا هوجن 200 سيسيل أبو حوا. الموتوسيكل ده كان كويس جدا في الموديلات القديمة لكن في الفترة الأخيرة خاماته مش أفضل حاجة، وسعره عامل 40 ألف جنيه. وبعد كده معانا هوجن 3 حدادي 150 سيسيل، والموتوسيكل ده كويس جدا وخصوصا للكبار، وسعره عامل 35 ألف جنيه. والموتوسيكل اللي بعد كده هو هوجن 5 الجمل 150 سيسيل، والموتوسيكل ده شبيه لهوجن 3 الحدادي وسعره عامل 37 ألف جنيه. وننتقل بعد كده لشركة دايو الصينية، وأول موتوسيكل معانا هو دايون 2 بي 150 سيسيل، أو زي ما بيقولوا عليه الموتوسيكل النحلة. والموتوسيكل ده يا عزيزي سيء السمعة بسبب الشباب بتوع الحصنة، لو اشوف واحد منهم مش هحله. وسعر الموتوسيكل ده عامل 32 ألف جنيه. بعد كده معانا دايون 450 سيسيل، وده نفس الهوجن 4 لكن من شركة دايون، وعامل 37 ألف جنيه. والموتوسيكل اللي بعد كده هو دايون جي 2، والموتوسيكل ده موجه لفئة الشباب بالشكل الرياضي، وسعره عامل 54 ألف جنيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وآسف لو في موديلات ما ذكرتش أسعارها في الفيديو، والأسعار ديت متوسط الأسعار في السوق المصري، ويا رب أكون فدتكم.
واي موتوسيكل عايز تعرف سعره او حابب اني ارشح لك موتوسيكل لاستخدام معين، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم بفيديو لاكتر استفسارات بتسألها في التعليقات. وما تنساش اللايك والاشتراك، ودمتم في امان الله.